لابد أن تعي الأمة الدرس، لابد أن تعلم الأمة أن هناك مرض يسير في عروقها يسمى بمرض الجهل. يقع الواحد منا في الكبائر وفي الصغائر ويستهين ولا يعلم عنها شيء. يقول لك كل الناس بتعمل كده، الناس بتتعامل بالربا، الناس بتعمل الحاجات دي، وانا زي الناس. لا، انت ليك شرع وليك دين وليك حدود وليك منهج لابد ان تربى الامه عليه. الامه الذي ابتعدت كل البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك المخالفات ينزل البلاء. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. لما خالف الرماه النبي صلى الله عليه وسلم هزموا في المعركة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 من الرماه فوق الجبل: لا تنزلوا إلينا حتى ولو تخطفتنا الطير. عشان تعرف انت مخالفتك بس لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها هزيمة للأمة، وستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذه الهزيمة. ستسأل ورب الكعبة عن الأخت التي تسحل من شعرها ليداس اليهود بأقدامهم عليها. ستسأل ورب الكعبة على انتهاك الأعراض وعلى سفك الدماء، فقد تكون الصلاة التي ضيعتها هي ذنب. فلذلك تهان الأمة على اليهود.